السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي طلاب اولى ثانوي في جميع انحاء جمهورية مصر العربية. اهلا بيك يا اخويا النهاردة في الدرس الاول من الوحدة الثامنة الترم الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. طب هندسة، قبل ما نخش في الدرس كده ما تفهمنا ايه اللي حصل في الترم الاولاني وهنعمل ايه في الترم الثاني؟ بص يا اخويا، اللي حصل في الترم الاولاني ان الناس اللي ذاكرت والتزمت بالماده وعملت فيها مجهود جابت درجات خرافيه. يعني اللي تابعت معانا واللي كانت معانا في السنتر جابت درجات خرافيه، جابت 97 من 100 وفي ناس جابت 100 من 100 وفي ناس جابت 95 من 100. الحمد لله بفضل الله ما لقيتش حد اقل عن كده. طيب الناس اللي اهملت الماده، الناس اللي اهملتها دي كانت درجاتهم صعبه قوي، بل ممكن يكونوا اصلا في الترم الاولاني يكونوا ساقطين في الماده، يعني قلين عن اصلا درجه النجاح بتاعه الماده. طيب ده نستفاد منه ايه؟ نستفاد منه حاجه، ان احنا الترم الثاني لازم نركز، سواء كنت انت مقفل سواء كنت واقع فيها، لازم تركز الترم الثاني، لان منهج الترم الثاني اكبر، منهج الترم الثاني اتقل، مش عايز اقول صعبه عشان ما فيش حاجه علينا صعبه. منهج الترم الثاني وقته قصير عليه، ده انت تضاف لك وحده اسمها الوحده ال 13 فيها 13 درس لوحدها، فيها 13 درس لوحدها. هتقول لي يا مستر ما هو شالوا وحدتين، ايوه شالوا وحدتين، شالوا جزئيه من المنهج، والجزئيه ديت يعني قد تكون لا تذكر، يعني شالوا وحدتين بس الوحدتين اللي شالوهم معلش، ولو كانوا خلوهم وما ضافوش الوحده ال 13 كان الموضوع هيبقى احسن، فاهمني؟ لكن لا، هم تقلوا المنهج. يعني في ناس بتقول لك هم خففوه، لا هم تقلوا المنهج. طيب قبل ما نبدا في الدرس لازم حضرتك تكون عندنا على قناه الواتساب، لازم تكون على البيج بتاعتنا على الصفحه عشان تتابع كل جديد واخبار اول باول. لازم تكون عندنا في جروب الفيسبوك. ليه؟ عشان لو حضرتك عايز تسال اي سؤال تنزله وتيم الدعم العلمي هيرد عليك. لطلب الاونلاين ولطلب الكتابه هتلاقي اول كومنت كل تفاصيل الاونلاين سواء عربي او لغات، وتفاصيل شحن الباكج بتاع الكتب بتاعتنا. طبعا عامل لك كتب تحفه جدا، عامل لك كتاب يشرح النظري كله عليه اسئله مش هيخرج عنها الامتحان، وعامل لك كتيب كده صغير كده للمنصه لشرح منهج المنصه بالتفصيل، بيفهمهولك واحده واحده، وكمان حل مستويات المنصه. طب احنا عندنا الترم الثاني لحد المستوى كام المفروض نحل؟ عندك لحد المستوى 30. هتقول لي يا مستر دول 42، هقول لك هو الباقي اللي تحت ده اتشال بقى عليك 30 بس. طيب انت عارف المنصه عندك ايه اصلا في المنهج؟ 30 من 1 ل 30. هتقولي ده الترم الاولاني من 1 ل 17 يبقى الباقي الترم الثاني. لا، المنصه مكمله معانا. يعني ايه المنصه؟ كترمين. يعني انت لما تيجي تمتحن في اخر الترم دوت اللي هو اخر السنه هتمتحن على الترمين. يعني انت عليك منهج المنصه الترم الاول ومنهج المنصه الترم الثاني، فاصحى كده وخلي بالك معايا. صلي على سيدنا النبي وتعالى نبدا النهارده في درسنا. احنا النهارده عندنا درس اسمه الشبكات، النيتورك. يعني ايه اصلا شبكه؟ انا مش فاهم يعني ايه شبكه دي. انا واحد لا افقه شيء، كل اللي بالنسبه لي ان انا اجي اكلم حد في التليفون اقول له الشبكه واقعه، الشبكه واقعه. هي دي بس الشبكه؟ لا، تعال اقول لك. كلنا بنستخدم جميع انواع الشبكات دون ان نشعر. يعني ايه دون ان نشعر؟ صلي على النبي. مين مننا ما استخدمش الواي فاي؟ مين مننا ما لعبش اونلاين بابجي؟ مين مننا ما بعتش رساله على الواتساب؟ ده احنا عملنا كل الكلام ده. اما انت عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك ان كل اللي احنا بنعمله ده شبكات، بس في شبكه صغيره وفي شبكه كبيره وفي شبكه بتبقى حوالين العالم كله. فهمني يا هندسه بمعنى كلمه شبكه كده، وانا عارف انت ما بتكلمني بالبلدي انا بفهم. صلي على النبي. باختصار شبكه شويه اجهزه مربوطين ببعض عشان يبادلوا معلومات او يتنقلوا معلومات. يبقى يعني ايه شبكه؟ شويه اجهزه، شويه ايه؟ اجهزه متوصلين ببعض ليتبادلوا معلومات،
بيتبادلوا معلومات. الله، يبقى الشبكة شوية أجهزة مربوطين ببعض عشان يتبادلوا معلومات. طيب صلي على سيدنا النبي. تعالى بقى نعرف مع بعض، عندنا شبكتين عايزين نعرفها. أول شبكة اسمها شبكة المعلومات والاتصالات. بيقول لك إن شبكة المعلومات دي والاتصالات هي شبكة عنكبوتية. شبكة إيه؟ عنكبوتية. شبكة عنكبوتية. خلينا متفقين اتفاق ان كل شبكة بتستخدم حاجة. كل شبكة بتستخدم حاجة، يعني شبكة الكمبيوتر بتستخدم حاجة لسه ما عرفتهاش عشان لسه ما شرحتهاش، وشبكة المعلومات والاتصالات بتستخدم حاجة. تعالى بقى اعرفك واميزك. بيقول لك ان شبكة المعلومات والاتصالات هي شبكة عنكبوتية بتستخدم ايه؟ تستخدم خطوط. مش هي شبكة المعلومات والاتصالات، يبقى بتستخدم خطوط الاتصالات لتبادل المعلومات. طب شبكة الكمبيوتر هي شبكة بتربط الأجهزة. مش دي بتاعت الكمبيوتر، هو الكمبيوتر ده عبارة عن إيه؟ عن جهاز. شبكة بتربط الأجهزة، شبكة بتربط الأجهزة لتبادل المعلومات. صليت على سيدنا النبي. تعالى نراجع على السبورة دي. يبقى أنا في العموم عندي حاجة اسمها شبكة. الشبكة هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بتربط شوية أجهزة عشان يبادلوا معلومات. طيب عندي نوعين من الشبكات، شبكة المعلومات والاتصالات. مين العنكبوتية؟ شبكة المعلومات والاتصالات بتستخدم إيه؟ بتستخدم خطوط الاتصالات لتبادل الإيه؟ المعلومات. شبكة الكمبيوتر شبكة تربط الأجهزة لتبادل المعلومات. تعال بقى نخش على أنواع الشبكات. أنواعها، ما أنا عندي من الشبكات أنواع، زي شبكة اسمها اللان، وشبكة اسمها الوان. يبقى شبكة اسمها اللان وشبكة اسمها الوان. ايه الفرق ما بينهم يا هندسة؟ صلي على سيدنا النبي. قال لي ان شبكة اللان دي زي شبكة صغيرة في مكان صغير. يعني ايه؟ يعني شبكة المنزل مثلا، الراوتر اللي في المنزل، الموبايلات اللي في البيت، دي شبكة لان. شبكة لان زي شبكة المنزل وزي شبكة المدرسة. يعني باختصار مكان محدود، مكان محدود يعني صغير. لكن شبكة الوان دي شبكة كبيرة. شبكة ايه؟ كبيرة. شبكة ايه؟ كبيرة في مكان كبير. شبكة كبيرة في مكان ايه؟ كبير. زي، اذكر لي مثال، زي شبكة الانترنت حوالين العالم كله. شبكة كبيرة، النت ده شبكة كبيرة رابط العالم كله. صح ولا غلط؟ صح. صلي على سيدنا النبي عشان نخش على السبورة. يبقى انا كده عرفت حاجتين، ان اللان شبكة صغيرة في مكان صغير زي المنزل، زي المدرسة، مكان محدود. وشبكة الوان هي شبكة كبيرة في مكان كبير زي شبكة الانترنت وشبكات المحمول. وشبكات الايه هندسة؟ المحمول. وركز عشان هيلعب عليها ان شاء الله. طيب بص بقى يا اخويا، تعالى بقى اعلمك حاجه. عمرك فكرت وانت بتتصل بحد ليه الجرس بيتاخر؟ يعني تتصل بحد تفضل سامع ده مفيش جرس، يتاخر سنه يقوم جاي الجرس. ده كده صديقك اللي بتتصل بيه في مكان ما فيهوش شبكه. طب انت عمرك سالت نفسك ليه لما كلمت حد
قال لك انا مش سامعك، صوتك بيقطع، اقف في مكان في شبكة. تعال افهمك وانت بتتصل ايه آلية العمل اللي بتحصل. ببساطة شبكات المحمول بتعتبر وان. لما بتيجي تتصل بحد انت بتبقى واقف على الارض، في البيت، في الشارع، في اي مكان ما، وانت بتتصل اثناء الاتصال بيطلع من موبايلك شبكات، بيطلع من موبايلك موجات راديو. موجات ايه؟ راديو. بتروح لاقرب برج شبكة، اقرب برج شبكة، علشان تروح برج الشبكة ده بيبقى فيه طبق يستقبل الموجات، يقوم الموجات رايحة لبرج تاني، والبرج رايح لبرج تاني، اقرب برج لاقرب برج لاقرب برج، لحد ما يروح لمكان الانسان اللي بتتصل بيه. يعني مثلا انا هنا في المعادي بتصل بحد مثلا في السيدة زينب، وانا بتصل كده اهوت الموجات طلعت راحت لاقرب برج شبكة واقف جنبي راح، فالموجات استقبلها مين؟ الطبق. قام الطبق استقبل الموجات بعتها لبرج تاني قريب ليه، وفي نفس الوقت بيقرب لمكان صاحبي اللي في السيدة زينب، من برج لبرج 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 لحد ما يروح لأقرب برج عند صاحبك. وساعتها البرج اللي عند صاحبك يبعت لموبايل صاحبك الموجات، يقوم تليفونه رانن، يجي لك الجرس، يقوم رادد عليك. كده الشبكة قوية ما بينكم. لكن لو انت في مكان بعيد عن برج شبكة، كده انت في مكان ما فيهوش شبكة، كده اللي بتتصل بيه ممكن يديك مقفول، ممكن يديك مشغول، ممكن ما يجمعش معاك، كده المكان ما فيهوش شبكة. فاهم حاجة؟ يبقى لما تيجي تتصل بحد دلوقتي، انت بقيت طالب بتدرس برمجة، بتدرس نتورك، بتدرس الشبكات، لازم تبقى فاهم آلية العمل، لازم تبقى مهندس ولا ايه؟ صلى على النبي. في بقى انواع للتوصيل، ودي سهلة قوي وتقريبا كلنا عارفينها. انواع التوصيل ديت، في توصيل اسمه سلكي وتوصيل لا سلكي. والله بيقول لك ان التوصيل السلكي ده توصيل بيبادل المعلومات عبر الكابلات، زي الراوتر بيبقى عليه جاكات، ممكن توصل الكمبيوتر بوصلة انترنت اللي هي اسمها الايثرنت، خدناها في الترم الاول، تمام. وشبكة لا سلكية دي عبر موجات الراديو، عبر موجات الايه؟ الراديو، زي الواي فاي. طيب هو ايه الانترنت ده؟ هي شبكة تربط بين اللان والوان، لكن هي اصلا شبكة ايه؟ وان. يعني هي تعرفها شبكة ايه؟ وان، بس بتربط ما بين برضو اللان والوان. الاتصال بالانترنت، هو انا عشان ابقى على اتصال بالانترنت او اشغل النت محتاج ايه؟ محتاج 3 حاجات او حاجتين اساسيين، والحاجة الثالثة في بعض الاماكن بتستخدم. تعال افهمك. اول حاجة مهمة جدا حاجة اسمها الاي اس بي، حاجة اسمها الاي اس بي. تاني حاجة اسمها الراوتر، انا محتاج راوتر عشان استخدم نت او اشغل النت. تالت حاجة اسمها الهاب، وده ممكن احتاجه وممكن لا. طيب هنفهم يعني ايه هندسة الاي اس بي. صلي على سيدنا النبي. ببساطة ان الاي اس بي ديت هي عبارة عن شركة النت، اللي هو موفر الخدمة، زي وي واورنج.
يبقى الاي اس بي دوت هي شركه النت دي محتاجها عشان اشترك في النت. بعد ما اشتركت في النت محتاج جهاز اسمه راوتر اللي هو عندك في البيت اسمه راوتر، وده بينقل الانترنت بين الاجهزه. طيب كده الاي اس بي والراوتر عندي في البيت، شغلت النت في البيت، كده النت شغال في البيت، عندي موفر الخدمه، اشتركت، ده نقل الانترنت من الشركه للتليفون عندي فاستخدمت النت. حلو، يبقى الراوتر هو اللي بينقل الانترنت بين الاجهزه، بينقل الانترنت بين الاجهزه. مين الاي اس بي؟ الاي اس بي ده موفر الخدمه، ده ايه؟ موفر الخدمه. حلو. طيب انا بقى دلوقتي عندي شركه، والشركه دي مثلا ليها عماره مكونه من 4 ادوار كلها على اشتراك نت واحد وعلى راوتر واحد. بس في مشكله ان انا ممكن الراوتر اللي شغال في الدور هيوزع على كله نت بالاسلاك عادي، بالواي فاي عادي، بس الادوار اللي تحت دي هنعمل فيها ايه؟ مش الواي فاي مش هيوصل لها، ولو وصل لها مش هيبقى قوي، صح ولا غلط؟ هيبقى ضعيف. طيب كده محتاج الجا للكابلات، ان انا اعمل شبكه كابلات او اعمل مواسير كابلات يدخل النت في الراوتر، السلك في الراوتر وينزل السلك في الجهاز، صح ولا غلط؟ صح. طيب الراوتر بيبقى فيه تقريبا 4 جاكات بس. طب انا مثلا عامل شركه كل دور فيه 10 اجهزه، هل كل ده هيستقبل من الراوتر وهو فيه 4 اجهزه بس؟ لا، هنا بلجأ لحاجه اسمها هاب. الهاب دوت جهاز فيه جاكات كتيره جدا بياخد من النت، وفي خارج منه جاكات كتيره جدا، اقدر استخدم اكتر من هاب. تمام، ممكن يوصل لي 50 جهاز ببعض، واعمل الاسلاك واوصل للاجهزه، والاجهزه كلها تشتغل على راوتر واحد والدنيا فل وتمام. يبقى الهاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن مشترك لتوصيل الاجهزه. يبقى عشان اتصل بالانترنت محتاج 3 حاجات: الاي اس بي والراوتر والهاب. الاي اس بي والراوتر والهاب. هو ايه الاي اس بي دي؟ شركه النت موفره الخدمه، والراوتر ده بينقل النت بين الاجهزه. طب والهاب ده المشترك اللي بيوصل الاجهزه. حلو، صلي على سيدنا النبي. هانت يا شباب، هانت يا شباب. عندي بقى حاجه اسمها سيرفر وكلاينت. سيرفر وكلاينت، حلو، اللي هو الخادم. سيرفر يعني خادم، والكلاينت اللي هو العميل. تعال بقى نفهم يعني ايه سيرفر ويعني ايه كلاينت. ببساطه انا عايز امسك كلمه سيرفر لوحدها واتكلم عنها شويه. كلمه سيرفر لوحدها واتكلم عنها شويه. طيب ببساطه السيرفر ده يا اخويا عامل زي الاوضه اللي احنا بنأجرها دي. برضو بنأجر سيرفر عشان نرفع عليه الموقع بتاعنا. يعني عشان ارفع موقع على النت ويوصل لكل الناس لازم أأجر له سيرفر. طب ده زي ايه؟ زي الاوضه او زي الخيمه. احنا اجرنا خيمه في الشارع، الخيمه دي انا اجرتها بفلوس معينه. لو خيمه تشيل مثلا 20 فرد مثلا ب 1000 جنيه، فانا اجرتها ب 1000 جنيه، شالت 20 فرد بس، صح؟ السيرفر ده انا بحط عنده الخدمه بتاعتي عشان هو بيقدمها للناس. بيعمل ايه؟ بيقدمها للناس. فالناس اللي بتطلب الخدمه دي، انا اجرت الخيمه اللي هو السيرفر بتستقبل قد ايه؟ بتستقبل 20 فرد. لو دخلها 50 السيرفر بيقع. وده اللي حصل معاك الترم الاولاني في امتحان المنصه وانت داخل تمتحن، السيرفر وقع عليه عشان كان السيرفر ما قدرش يتحمل الكباستي او يتحمل العدد اللي دخل عليه. حلو، يبقى ببساطه شديده السيرفر ده هو بيقدم خدمه. بيقدم ايه؟ خدمه. طيب تعالى نتخيل مع بعضنا زي ايه؟ زي مثلا اليوتيوب اللي انت بتشوف الفيديو عليه. اليوتيوب
اليوتيوب اللي انت بتشوف الفيديو عليه دوت عباره عن سيرفر. طب والكلاينت ده اللي بيطلب الخدمه، الكلاينت ده اللي بيطلب الخدمه اللي هو حضرتك، اللي هو ايه؟ حضرتك. الكلاينت ده مثلا ده بيطلب الخدمه، يبقى اللي بيقدم الخدمه السيرفر. الكلاينت بيعمل ايه؟ بيطلب الخدمه. زي ايه؟ زي الموبايل بتاع سعادتك. انا مسكت الموبايل، دخلت على اليوتيوب، طلبت الخدمه من السيرفر. بس هو ده اللي عايزك تعرفه. عندنا بقى انماط في الشبكه، انماط زي نمط الكلاينت والسيرفر، وانماط البير تو بير. الكلاينت والسيرفر ده بقى عباره عن ايه؟ احنا لسه متكلمين عنه اهو. ده توفير البيانات بين الخادم والعميل، زي مثال اليوتيوب اللي قلت لك عليه. طب البير تو بير اللي هو نت الى نت، ند بند، زي بعض، جهاز لجهاز، جهاز لجهاز، علاقه متساويه. علاقه ايه؟ اسمها علاقه متساويه. مش فاهم يا هندسه؟ هفهمك. يعني انت مثلا موبايلك اندرويد، واحد صاحبك تاني قاعد جنبك موبايله اندرويد، عايزين تبعتوا لبعض حاجه، ممكن تبعتوها بالبلوتوث. طب انت لو ايفون وصاحبك ايفون، عندك حاجه اسمها اير دروب، تبعتها من موبايل لموبايل نفس النوع، اير دروب برضه. يبقى علاقه متساويه، نفس انواع الاجهزه. زي ايه؟ زي البلوتوث والاير دروب. الحمد لله. طبعا اللي اشترى الكتاب بتاعنا همليك الواجب. اول حاجة مشاهدة فيديو الواجب. 2 قراءة صفحات من 1 و2 لحد الأنماط. 3 حل صفحة 42 و 43 و 44 لحد سؤال 5 صح وغلط. ده الواجب بتاع سيادتك لو طلبت الكتاب بتاعنا. ودي اول محاضرة، وهتكون محاضرة مجانا على اليوتيوب. طبعا شوف الاشتراك بتاعنا على الاونلاين بيبقى ازاي، اول كومنت. ولو احتجت اي حاجة ابعت لنا في اي وقت، هنكون معاك. وطبعا طلاب اليوتيوب انا مش ناسيكم، دي اول محاضرة كانت لكم، وان شاء الله هنبقى مع بعض، ما تقلقوش. بس اي حد ناوي على المسار الهندسي وناوي ان هو يختار برمجة لازم تكون مشترك معانا اونلاين. وهو الاشتراك رمزي، مش كبير، هو اشتراك رمزي خالص. يعني انزل تحت في اول في الكومنتات هتشوف سعر الاشتراك، وهتشوف المنصة، وهتشوف كل حاجة. فالاشتراك مش غالي علشان اقدر اساعدك، بس هو يا دوبك انا بقدم لك الخدمة بنفس الثمن. يعني سعر المنصة اللي حضرتك بتدفعه ده انا ما باخدش منه حاجة، هو المنصة بس اللي بتاخد. فانت بتدفع يا دوبك رسوم الخدمة، لكن مننا احنا كله لوجه الله تعالى. والحمد لله. ويا رب يكون الكتاب عجبك. لو وصل لك واعمل لي انبوكسنج، عشان احسن انبوكسنج هيوصل لي على رقم الواتساب بتاعنا. هبعت لك فلوس الكتاب تاني. يعني لو حضرتك طالب الكتاب ب 130 وعملت لي انبوكسنج مثلا عجبني، هختار بفئة عشوائية كده، وهختار انبوكسنج عجبني كذا انبوكسنج مش واحد بس، هبعت لك رسوم الكتاب تاني. فصلوا على سيدنا النبي، واتمنى تكونوا استفدتوا النهارده. سيب لي كومنتات حلوه عشان بقراها كلها. سلام.